وواحد بيضحك وبيقول هو احنا ليه مش هنبيعه في السوق السوداء؟ والولد بيكون واقع على الارض وبتخرج قوته العملاقه وبيبص لهم بغضب، وبيكون الهاله الحمراء حوالين في كل حته، وبيقولوا انه يتوقف وانه ما يهاجمهمش، والذئب بيظهر من وراه، والولد بيكون هدفه واحد وهو انه يقتلهم كلهم، وحرفيا بيقتل اول واحد في لمح البصر. وبنكمل بقى الحكاية وبنشوف ليه وهو بيعرف ايه قوته، ومستواه بيكون التاسع، ونقاط التقنيات 0، ونقاط الصحة 300، ونقاط المعنى 200، والقوة الجسدية 15، اما قوته فهي 30، ومتانته هي 20. وبيبص ليه للبيضة اللي جابها وهي بتاعت عملاق الجناح الحديدي، وبيمسكها وبيكون مستواها انها نادرة جدا، وبيقول ليه انه كان هينسى امرها وانها موجودة اصلا، وبيبقى في شروط علشان تفقس البيضة دي، وبيقولوا انه عارف على الاقل 7 طرق للتفقيس. وبتدخل بنت وبتقوله اخويا انت امتى جيت؟ كنت فاكرك حرامي، هو انت لسه فاكرني؟ انت سبتني، انا كنت قلقانة جدا عليك. وبيفرح جدا انه شافها وبيقعد يهزر معاها، وبيقول لها انه جعان ولكن هياكله من بره، فبتقول له انه يسكت وانه هياكل من اكلها، وبيفتكر له اللي حصل، وبيقول ان حادثة السير خدت ابويا وامي وكمان رجلك، حتى لو انا مش هقدر اقف انا ههتم بيكي زي ابويا، انا مش مهتمه باللي يقوله الطبيب، انا هخليكي تقفي على رجلك تاني. وبيدخل وبيلاقيها بتعمل اكل، وبيكون التلفزيون شغال، وصحفيه بتتكلم وبتقول ان زي ما عارف كله ان قبل 5 سنوات ظهرت الوحوش من بوابات الظلام وتغير العالم كله، وتم اختبار العديد من الاشخاص من طرف ذلك العالم. وبيبص لاو وبيقول ان هم دلوقتي عارفين بالمستيقظين واللي هم بيضحوا بحياتهم علشان يغيروا مصيرهم، مستيقظين يحصلون على القوة الخارقة والعديد من الامتيازات، ولكن لا يمكنهم الإفلات من قدرهم وهو الموت المحتوم. وعموما هؤلاء المستيقظين يمكن اختيارهم إمكانية الدخول لعالم الظلال، ولكن أحيانا يتم جلب بعضهم غصبا عنهم إلى عالم مجهول وخطر. وبتقول الإشاعات إن فقط عندما يتم القضاء على سيد عالم الظلال وقتها هتختفي عوالم الظلال. وبنرجع للصحفية واللي بيكون راجل بيتكلم معاها، وبتقول إن النهاردة قمنا باستدعاء زعيمة النقابة رقم 1 عالميا والأقواهم، وهو زعيم نقابة أرك، وبيتكلم وبيقول إنه بيرحب بهم كلهم وإنه زعيم نقابة أرك، وبنعرف هو مين، وهو المستيقظ الأقوى بالعالم واللي لقب اسمه حامي الأمل، وإنه قام بتنظيف العديد من العوالم الظلالية، والآن هو أسطورة بين المستيقظين. واللي بيقول هو متعصب إنه بيمثل عدالة، وبيقول كده إنه يوم ما كل المستيقظين سيتم إطلاق سراحهم، وبيكسر الكنز وهو متعصب وبيقول إن هو ده اللي عايز كله يعرفه، ولكن كيانه الحقيقي إنه هو شيطان متعطش للدماء يقوم بقتل المستيقظين للحصول على القوة بقصد شفاء جروحه. لقد قتل الجميع ومن ضمنهم أنا، وإن غايته هي أن يستغل مكانته كمستيقظ للسيطرة على العالم ليصبح سيدا، وإنه لازم يتفادى إنه يقابله لغاية ما يبقى أقوى، وإنه لو عايز يقضي عليه لازم إنه يكون نقابته الخاصة ليوكسو، لو بنغ، آنيا، لولي الصغيرة، وإنه وفقا للعالم اللي التقيته بعالم الظلال المرة القادمة الذي سيتم نقل فيها المستيقظين بشكل إجباري سيذهبون إلى عالم ظلام كارثي، وإنه لازم يحرص على إنه أصحابه يعيشوا. وبعد كده بتدخل له أخته وبتقول له إن الأكل جاهز، وبروح لمركز دعم المستيقظين، وبيكون رئيس النقابة بيتكلم وبيدعو الكل إنهم ينضموا لنقابته، وبروح للي اللي بيكون بيقدم على النقابة، وبتقول له موظفة الاستقبال هو أنت متأكد إن أنت عايز تفتح نقابة؟ فبيقول لها أيوة، والناس بتبدأ تتريق عليه، وبيقول إن المستجد ده من المستوى التاسع مجنون، وبيقول التاني إن أغلب مديرين النقابات بيكون مستواهم فوق 50. وبروح لموظفة الاستقبال اللي بتقول له إنه لو عايز إنه يكمل طلبه لازم يجيب أداة من رتبة ايه من العالم السفلي، وبعد اسبوع من تنظيم نقابتك هرجع لك الأداة. والناس بتبدأ تتريق عليه وبتقول إن أكيد مجنون وإنه مستحيل يجيب أداة حتى من الفئة بي الأقل من الإيه. وبيقول التاني إنه فاكر إن إنشاء النقابة حاجة سهلة، وبروح للي اللي بيقول لها إنه معهوش أداة من الفئة إيه ولكن أنا أملك دي، وبيطلع لها البيضاء النادرة جدا، وكله بينصدم، مستحيل، ده كنز من رتبة اس الأعلى من الفئة إيه.
عليه، وبتقول له موظفة الاستقبال انه يحطها هنا، وبيقول لها انه دلوقتي تتم العملية. فبترد وبتقول له انه بياخدون 36 ساعة، لو ما جاكش اقل من 3 صيادين فسيتم إلغاء الطلب وستخسر أداتك أيضا. وبيفكر في أصحابه وبيقول إنه هيدخلهم في النقابة، وبيروح لأول واحدة واللي بتكون بتتدرب وبتوصل لها الرسالة بتاعته، وبتفكر في الكلام اللي قالته صاحبتها وبتقول إنه أكيد كذاب، لأنه لو كان عادي يوم فعلا ما كانش هيقدر يبعت لها، وطبعا بترفض. وكذلك الآخرون منهم السيافة وحتى زهاو، والبنت الصغيرة بتبعت له بتقول له إنه من الغلط إنه يخدع الناس، وطبعا بترفض. وبيقول إن هم رفض طلبه كله، ودلوقتي لازم يجمع 3 أشخاص، وبيروح لناس وبيكونوا بيشجعوا بنت بتكون ضربة رجالة كتير، واللي بتكون ضرباهم هي عصابة دولية وبتتريق عليهم، وبتقول إن العصابة الدولية ليسوا سوى حمقى، وبيكون زعيمهم واقع على الأرض وبيقف، وبتقول إن حتى لو كان اللي في المنطقة بتاعتها مجرمون شوارع، لكن مش هسيبكم إنكم تتنمروا عليهم. وبيطلع سلاح وبيضرب عليها في كل حتة، ومن قوتها الكبيرة بتقدر إنها تصد كل الضربات وبتبعد كل الرصاصات، ولكن ما بتقتلهوش. وبتقول له إن المرة الأخيرة إخواتها الصغيرين ما سرقوش أي حاجة، لو لمستوهم تاني هتموتوا كلكم. وبتثبتوا على الحيطة وإخواتها بيكونوا فرحانين بيها، وأخيرا بيوصل ليه واللي بيقول لها إن دائما بيقع في المشاكل، وبتبصله وبتقول له هو أنت؟ فبيرد وبيقول لها أيوة أنا الشخص اللي دعيتك إلى الانضمام لنقابتي. وبتبدأ تتريق عليه وبتقول له إن هي مش ناقصاه وإنه مستجد بالمستوى التاسع، إزاي ينشئ نقابة؟ أنا مش فاضي عشان ألعب معاك. وبيبدأ اخواتها يتريقوا عليه وبيقولوا له انه احمق، وان هو عايز من اخته انها تنضم لنقابته السخيفة. لو عايز كده ورينا قوتك الاول. وبيقول التاني ان المستوى التاسع ليسوا الا ناس عاديون، وفجأة اللي بيستخدم قوته واللي بتكون جبارة، واسم المهارة اللي استخدمها المهارة الاساسية اللكمة المباشرة، واللي بتطيرهم هما الاتنين، ولكن طبعا عشان قوتها فما أثرتش فيها وبتنصدم. وهي بتقول له ان كل المبتدئين عندهم التقنية دي، ولكن مهارتك الخاصة بيك قوتها كبيرة جدا. فبيرد ليه وبيقول لها ان حتى بالنسبة للمهارات الأساسية انا قمت بتحديد الزوايا الصحيحة والسرعة اللازمة بالمكان المناسب. في الوقت ده يمكنها انها تعمل فوضى كبيرة جدا، ولكن انا ما صوبتهاش في المكان الصحيح. يعني من كلامه ده انه لو كنت صوابها عليها وقتها هي كانت في عداد الموتى. وبيكمل وبيقول لها ان قمت بالتدريب عليها مليون مرة، فوقتها تقدر تستخدمها. وطبعا ليه اتضرب كتير جدا، ووقتها هي بتتعصب منه وبتستخدم قوتها وهي انفجار القوة اللا نفسية، وبتقول له هو انت عبيط ابعد عني. وبتبدأ تجمع كل حاجة في الشارع وتضربه بيها، وبيتحرك بسرعة كبيرة جدا لغاية ما بيجي من وراها وبيضربها، وبيقول لها انها بطيئة جدا. انت بتقارني نفسك معايا؟ وبتقول اللي مش عدل انه يجي من وراها. فبيقول لها طيب انا عايزك تتنافسي معايا في شيء معين، استخدم اللي انت تقدر تعمليه، عندها سنقرر من الفائز. شيء بسيط كسرة تلك الاكواب بالقوة النفسية. لو انا عصبت اكتر منك فوقتها تنضم لنقابتي، وان خسرت فانا هكون تبعك. وكله بيبدأ يشجعها، وبتستخدم قوتها وهي انفجار القوة النفسية، وبتوقع حوالي 5 ومش كلهم، وطبعا هما بيفرحوا بيها. وبتبدأ تتريق عليه وبتقول له هو انت واقف ولا ايه؟ يلا ابدأ وريني نفسك. واللي بيبدأ يغمض عينه وفجأة بيفتح عينه وبيستخدم مهارة قوية جدا، المهارة الأساسية تشويش روح العقل، والقوة بتطلع منه من كل حتة، واللي بيقدر انه يدمر كلهم، مش 1 ولا 2 ولا حتى 5، ده دمر كل الكنوز. والناس بتنصدم وبتقول انه ما اخطأش حتى في 1، والبنت بتكون مصدومة. مستحيل، كيف لتلك المهارة التافهة انها تكون بالقوة دي؟ فبيرد وبيقول لها ان زي ما قال لها حتى المهارات الاساسية يمكنها ان تصبح جبارة وقوية جدا لو تدربت كويس، وانها خسرت الرهان ودلوقتي تنضم لنقابته. فبترد وبتقول له ان من وعد وفى، وانه يعتبرها دلوقتي بنقابته، ولكن هي عايزاه يعلمها ازاي يخلي من المهارات البسيطة قوية جدا. فبيرد وبيقول لها انه اكيد هيعمل كده، وبيمشي وهو بيقول لها
إن مرحبا بيها بنقابته وهي اسمها باركين، وكده يبقى انضم أول عضو وفاضل عضوين كمان. وبعد كده ليه بيرجع للبيت وبيلاقي ان اخته مش موجوده، وبتكون سايبه له رساله ومضمونه الرساله دي انها رايحه تساعد العم سان، وانه ما ينساش انه يتناول الطعام بتاعه. وبيفرح وبيقول انها دايما ما بتنساهوش وبتفكر فيه، وبتوصل له رسالة، والرسالة دي بتكون إن المستيقظة لين انضمت لنقابته، ولين دي هي اللي أنقذها. وبيبعت لها رسالة وبيقول لها إنها ما سألتش عن الحالة وانضمت بسرعة، فبترد وبتقول له إن هي دي طريقتها لإنها تشكره على إنه أنقذها. وبيقول لها صح، وبترد وبتقول له إن عندها حاجات تانية عايزة تعملها، علشان كده هتمشي بعد فترة محددة. فبيرد وبيقول لها إن كونها سفاحة ليست الطريقة الوحيدة للعيش، وبنشوفها وهي في كافيه وبتقول له إن المعرفة حاجة أكتر من كده عنها مش في صالحه، وإنه ما يوصلهاش إلا لو هو بحاجة ليها. وبيفكر ليه وبيقول إنه مش هيسيبها إنها تغرق بالظلام، وإن اتبقى بس 4 ساعات وانضم 2 بس، وكده فاضل التالت، ولو ملحقش ينضم فهتضيع الأداة النادرة. ومش كده وبس، لا ده كمان هيترفض. وبيكمل ليه وبيقول ان الشخص التالت هيكون، وبيروح لشارع وبيكون ولد مرمي في الارض و3 حوالينه، وبيكون الدنيا مطره، وهما طبعا بيكونوا بيتنمروا عليه وبيضربوا اول واحد، وبيقول انه اكيد مغفل رغم اننا نفخنا ضرب، ولكن هو ما بيردش علينا. فبيرد التاني بيقول له انه شاف زملائه بالصف بيتنمروا عليه، ومع كده ما عملهمش اي حاجه. وبيقول الولد وهو بيعيط ومتبهدل ميه، انا ما اقدرش الا انا اعمل حاجه، انا مستيقظ وهم مجرد بشر عاديون. وواحد بيضحك وبيقول هو احنا ليه مش هنبيعه في السوق السوداء؟ والولد بيكون واقع على الارض وبتخرج قوته العملاقه وبيبص لهم بغضب، وبيكون الهاله الحمراء حوالينه في كل حته، وبيقول انه يتوقف وانه ما يهاجمهمش، والذئب بيظهر من وراه، والولد بيكون هدفه واحد وهو انه يقتلهم كلهم. وحرفيا بيقتل اول واحد في لمح البصر، وبيهربوا الاثنين، وبيقول واحد فيهم انهم ما يقربوش منه، والذئب بيمسك واحد وبيفحصه في ايده، وبيروح للتاني وبينطلق له بسرعه كبيره وبيضربه ببقه اللي بيطلع منها قوه طاقه وبتكون كبيره، واللي بتدمر المبنى، وبيمسكه ببقه وحرفيا بياكله. والذئب بيبص له بنظره مرعبه وعينه بتكون ممليه انتقام، وبيروح للولد اللي بيكون اسمه لي، وهو بيقول هو انا ليه بيحصل لي كده؟ والذئب بيكون بيدمر في كل حاجه، والناس بتنصدم وبتقول ان هو ده ثعلب الكوابيس وانه هائج. والبنت بتقول هو انت مش مستيقظ؟ وقفوا بقى. فبيرد وبيقول لها انه مستيقظ بالمستوى 16، انا هموت اكيد لو هاجمت وحش الكوابيس، والوحش بيقرب جدا منهم ولسه كان هيقتلهم. اخيرا بيظهر لاو وبيكون واقف فوق العمود، والذئب بيبص له، وليه بيبص له بنظره حزن، وبيكون متبهدل ميه، والثعلب بيتعصب منه جدا وبيهجم عليه. وقتها ليه بينط، والبنت بتفرح بتقول انه خبير وانه جاهل عشان ينقذنا، وبيبص على بياناته وبيرد وبيقول له هو مصدوم، هو انت بتتكلمي عن اي خبير؟ ده مجرد مبتدئ بالمستوى 9. واخيرا بينزل ليه على الارض وبيقول واحد هو ايه اللي بيحصل؟ هو ازاي ما ضربش المستجد؟ وبروح للي اللي بيقول ان ثعلب الكوابيس قوي جدا، ولولا انه اتدرب عليه كتير كان دلوقتي مات. وبيكون ماسك ايد الثعلب عن طريق السيف، والثعلب خلاص كان هيوقعه. بيقول لي انه دلوقتي لازم ينهي الامر وبسرعه، وبيجري بسرعه وبيقول اتبعني ايها الكلب المطيع. وفعلا الثعلب بيجري وراه، والولد بيكون خايف عليه وبيقول هو انت بتعمل ايه؟ ده هيقتلك. واللي بيقرب من الولد وبيمسكه، والثعلب بيهجم عليه، بيحط الولد امام الثعلب، ووقتها الثعلب بيدخل جواه، وبيقول للولد انه من حسن الحظ انه اتعرف عليه. فبيرد ليه وبيقول له انه مخطئ، وانه الثعلب الكوابيس ما هجمهوش لانكما كيان واحد. فبيستغرب وبيقول له كيان واحد؟ انا فاكر عندما ظهر لاول مره كانت دي اول مره ليك بعالم الظلال، وكنت محاصر، انت استدعيته عندما كنت بالمستوى الاول بدون مهنه، هو هينفصل عن جسدك بكل مره هتكون فيها بخطر، وكل ما انت هتعاني كل ما هيزيد هيجانه. فبيقول واحد وهو مصدوم هو الوحش الشرس ده؟ بيكمل ليه كلامه وبيقول انت مش شخص عادي لكنك مستيقظ، نسبة ظهورك بين الصيادين هي 1 من 10,000. انت عندك قوة جبارة، ولكن ان لم تسيطر عليها
فستعيد نفس حالة اليوم، ويوما ما ستدمر المدينة كلها. ولكن أنا عارف إنك ولد قوي بإمكانك إنك تحمل الصعاب، وكمان أنا عارف إنك معجب بالستون وتملك العديد من صوره، علشان أنت عايز تبقى بطل زيه. فبيقوله هو مصدوم، هو أنت إزاي عارف كل ده؟ فبيرد بيقوله علشان إحنا أصدقاء عدينا كل ده مع بعض. هو أنت عايز تنضم لنقابتي؟ هعلمك إزاي تسيطر على وحشك. فبيرد الولد وبيقول له ايوه، وانه هيكون تحت رعايته.